السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في أكلة ماما. ايه رأيكم بقى لو نعمل مع بعض النهاردة شوية مشبك كده ينفع للمبتدئين؟ يعني لو أول مرة بتعمليه هيظبط معاكي حاجة كده طعمها حلو جدا. وكمان أنا مش ضايفة لون، ممكن نضيف لون كمان هيديله لون أصفر وجميل، لكن هو كان لونه ذهبي كده ومش محتاج. لو حابة هتضيفيله عادي. مكونين اتنين بس، هنعمل أحلى مشبك ممكن تاكليه، أخف من بره بكتير ولذيذ. وكمان احسن حاجة فيه ان انتي مش ضايفة اي حاجة، يعني مكونات بسيطة جدا جدا مستحيل ما تكونش متوفرة عندك ان شاء الله. نقول بسم الله ونبتدي بالمقادير بتاعتنا. عشان اعمل المشبك الحلو ده انا محتاجة 3 معالق من النشا، ومعلقة واحدة بس من الدقيق، ومحتاجة ربع معلقة صغيرة من المحسن الخبز او البيكنج باودر، ومحتاجة رشة ملح. هقلب بقى المكونات الجافة دي كده مع بعض، وهضيف عليهم معلقتين من الزيت وكوباية صغيرة من المية، بس كده. وانا كده خلصت المكونات بتاعتي. هقلب بقى المكونات دي كويس جدا عادي، بمعلقة بقى بويسك زي ما انت حابة، مش هتفرق خالص. المكونات بسيطة ويعني كمية قليلة، بالمعلقة عادي هتظبط معاكي، مش اي مشكلة خالص. هنقلب بقى المكونات كده كويس. انا محتاجة بقى ان هي تديني كده قوام يكون حلو، بحيث ان انا لما هنزله في الزيت هيعمل كده معايا ايه، قرص كده لذيذ ومش هيفك معايا ولا اي حاجة خالص. قلبت بقى زي ما احنا شايفين كده المكونات كويس جدا. شايفين بقى قوامها بقى عامل ازاي، حاجة كده زي الاستك كده بتمط معايا، والقوام بتاعه حلو قوي، مش خفيف ومش تقيل. ان شاء الله هيديكي نتيجة مرضية من اول مرة. نزلت بقى المكونات بتاعتي دي في كيس حلواني، وهبتدي بقى في طاسة سخنة على النار فيها زيت، وما تكونش سخنة قوي علشان ما يفرش كده مننا. انا محتاجة ان هو يستوي ويحمر كده ايه، هو مش هياخد معاكي وقت خالص. قفلت بقى كيس الحلواني كده بتاعي كويس. هقصه بقى كده حتة صغيرة بالمقص، عشان انا مش عاوزة يكون ينزل سميك ولا حاجة، يعني رفيع كده يبقى شكله لذيذ. وهبتدي بقى اعمل الشكل اللي انا عايزاه. حابة بقى تشكليه وردات كده، تشكليه قرص، انتي هتشكليه براحتك، مفيش اي مشكلة خالص. ويا دوب كده هياخد معايا لون ذهبي كده، وهخرجه، ومش بياخد سوا يعني. هيخرج بقى معايا. عايزة كل واحدة هخرجها يكون الشربات بتاعي جاهز، اخرجها من الزيت على الشربات على طول. الشربات طبعا زي ما احنا بنعمله، سكر ومية وفانيليا وعصرة نص ليمونة. لو حابة تضيفي لون في الشربات، لون اصفر، هيديله اللون الاصفر زي الجاهز كمان، مفيش اي مشكلة خالص. لكن ده اللون الطبيعي بتاعه من غير اي لون صناعي، طلع معايا بالشكل الذهبي الجميل ده. عايزه اقول لكم بقى انه مقرمش جدا، خفيف جدا جدا. طعمه لذيذ كده وتحليه كده على السريع، وكمان اقتصاديه جدا جدا، مش هتكلفك مقادير كتير ولا اي حاجه خالص. وعملنا كده طبق حلو محترم ناكله كده في الشتاء واحنا قاعدين في البرد الرهيب ده. يا ريت تقولوا لي رايكم في التعليقات، واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب للقناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتكم أكلة ماما. أشوفكم فيديو جاي على خير. سلام.